ليس كل من يرتدي ملابس مصنوعة حديثاً يعني أنه يعيش في زماننا هذا. هناك من توقف عنده الزمن بالفعل وقرر أن يحيا كما كان أجداده يعيشون قبل آلاف السنين بكل تفاصيل تلك الحياة. آشور أو كما يسمي نفسه ذا جريت قسراني هو رجل آشوري من جبال دهوك. هذا هو اختار أن يعود إلى الجذور، يرتدي الزي التراثي، يزرع بيديه، يقطع الحطب، يطحن الحنطة ويطهو على نار الحطب، يوثق تفاصيل يومه على انستغرام، وأصبح طبعا مصدر إلهام لآلاف المتابعين الذين يرون في حياته صورة حية من زمان مضى. شلامالوخ جبار ديطورا كوري آشور، هذا سلام باللغة الآشورية، يعني أهلا وسهلا بك يا ابن الجبل. بس ما أعرف إذا تفضل هذا اللقب له شلون تحب تعرف نفسك؟ اكو واحد ما يتقبل ان يكون ابن الجبل، خصوصا واحد اللي عايش كل عمره محيط بجبال ولا عايش بالجبل دايركتلي. كأننا نذهب إلى المنزل، هيك يقولون اللي يعيشون عادة بحياة المغامرة. بس أنت فعلا تحس أنه هاي طريقة العيش هي كأنك ذاهب إلى المنزل في الجبل؟ اكيد هي هاي، واني مو كثير اوقات خارج عن المنزل، يعني اكثر اوقاتي عايشها بالجبل او بالغابات اللي هي قريبه نوعا ما من الجبل او التل. يعني ايه، اشعر بالبيت بالجبل او قريب من الجبل، بس اشوف الجبل اشعر بالبيت. طيب احكي لنا آشور عن الحياة الصعبة في الجبل، أو أنت تشوفها سهلة، ما أدري. يعني ما تملك أي أدوات حديثة للعيش، ما عندك غسالة، ما عندك تلفزيون، ما عندك ثلاجة، حتى طباخ ما عندك. قل لي عن الصعوبات اللي تواجهها لو أنت مستمتع. يعني احكي لي عن يوم بحياة آشور. حياة بسيطة جدا بصراحة، ما بها أي صعوبات. يمكن اللي ما متعود يشوفها صعبة، لكن صايرة الحياة أوتوماتيكية. أول ما أفيق من الصبح، قبل ما تطلع الشمس، بعد يعني ظلمة الدنيا، أبلش أسوي أول شيء الصلاة، ثاني شيء السبح بالمي البارد صيف ولا شتاء، ثالث شيء نكسر الخشب، نسوي النار، بعدين نغلي المي، نطحن القهوة، نسوي القهوة، نلف التتن التباكو حتى نحرقها. هي عادات وتقاليد الأجداد، نوع من الصلاة أيضا والروحية. وشوي شوي ننتظر تطلع الشمس تباركنا ونعيش يومنا بكل فرحة، ونستقبل الأهل اللي هم الطيور، بعدين الناس تجي ونباوع على الأشجار والطبيعة. يعني جدا بسيطة. وإذا أكو عادة مع الأصدقاء هواية بمناطق، نبلش بالشغلات اللي تحتاجها الأرض منا، والشغلات اللي إحنا نحتاجها من الأرض، مثل الزراعة، مثل تقليم الأشجار حسب الموسم طبعا.